البلوجر سوزي الأردنية أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وده بسبب إن في عدد من المحاميين وجهوا ليها اتهامات وبلاغات بخصوص نشر فيديوهات ليها بتتعارض مع الآداب العامة والقيم الأخلاقية. تعالوا أحكي لكم الموضوع بالظبط، بس خلونا نعرف الأول مين هي سوزي الأردنية وإيه يا ترى اللي حصل معاها. اسمها الحقيقي سوزي أيمن، عايشة في المطرية وعندها 18 سنة، جنسيتها مصرية ودخلت عالم السوشيال ميديا من 2.5 سنين. عندها أختين وهم مي من ذوي الاحتياجات الخاصة وبتظهر دايما معاها في الفيديوهات، والتانية اسمها مودة. اشتهرت باسم سوزي الأردنية وده بسبب تواجد الكثير من أفراد عائلتها بالأردن. عندها أكتر من 6 مليون متابع على التيك توك و533 ألف على إنستجرام. سوزي الأردنية هي بلوجر ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت شهرتها من خلال نشر فيديوهات متنوعة على منصات زي تيك توك وإنستجرام، وكانت بتشارك متابعينها تفاصيل حياتها اليومية وأفكارها. سوزي معروفة بأسلوبها العفوي والصريح، وده اللي جذب ليها عدد كبير جدا من المتابعين. لكن في الفترة الأخيرة اتعرضت سوزي لمشكلة كبيرة جدا أثارت الجدل على السوشيال ميديا، وده لما السلطات المصرية قبضت عليها في القاهرة بعد نشرها لفيديوهات اتهمت فيها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها على الهوا. الفيديوهات دي أثارت غضب كتير من الناس اللي شافوا إنها تجاوزت الحدود المقبولة في المحتوى اللي بتقدمه. ده غير إن تم اتهامها بإنها بتستغل أختها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات. الفيديوهات اللي كانت بتظهر فيها أختها أثارت جدل كبير جدا، والبعض شاف إنها بتستغل وضع أختها لتحقيق مكاسب شخصية، وبعد القبض عليها أثار ردود فعل المتابعين على السوشيال ميديا جدل واسع قوي. البعض شاف إنها تجاوزت الحدود، والبعض الآخر دافع عنها وشاف إنها ضحية سوء فهم. في ناس كتير شايفين إن العقوبة كانت قاسية جدا، وإنها كان ممكن تتعلم من أخطائها بدون ما تتعرض للسجن. طيب يا ترى إيه العقوبة اللي تعرضت ليها سوزي الأردنية؟ محكمة جنح المطرية حكمت على سوزي الأردنية بالسجن لمدة 2 سنين وغرامة 300 ألف جنيه، ده غير كفالة 100 ألف جنيه على خلفية الاتهامات الموجهة ليها. الحكم ده كان صدمة كبيرة لكتير من متابعيها اللي كانوا متوقعين عقوبة أخف. في الحقيقة القضية دي بتسلط الضوء على كيفية تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية وأهمية استخدام المنصات دي بشكل مسؤول. البلوجرز والمؤثرين عندهم تأثير كبير على متابعيهم، وده بيحملهم مسؤولية كبيرة في المحتوى اللي بيقدموه. الخلاصة إن سوزي الأردنية هي مثال على كيفية تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية وأهمية استخدام المنصات دي بشكل مسؤول. قولولنا إيه رأيكم في حكم المحكمة على سوزي، ويا ترى شايفين أنتوا كمان إنه حكم قاسي وكتير عليها؟ شاركونا بآرائكم.